السلام عليكم البنات، لاباس عليكم؟ اموركم طيبه؟ معكم فردوس. اليوم جبت لكم واحد الوصفه جديده، هي فطائر رمضان اللي كتجي رائعه شكلا ومذاقا، بالحشوه قصديه بالعجينه سحريه. يمكن لينا ناخدوها بالعشاء او فطور وكتجي خفيفه. دابا غادي نبداو ديال المقادير ديال العجينه. 700 غرام دقيق ابيض ديال الرطب. صافي غادي ندير شويه ديال الملحه على حسب الذوق. معلقه كبيره ديال السنيده، معلقه كبيره ديال السنيده، ومعلقه كبيره ديال الخميره ديال الدار. الا ما كانش عندك حبوب ديال الخميره عاديه مش مشكل. شويه ديال الزعتر، قريبه شي معلقه كبيره. بهذه الطريقه زعتر الا بغيتو، ماشي ضروري. وغادي نعجن من الماء الدافي. غادي ندير معلقه كبيره ديال الزبده، ولكن حتى ينعجن وعاد نعجن مع الزبده. بهذه الطريقه كنعجن فيها العجينه. وغادي ندير معلقه كبيره ديال الزبده ديال الحلويات اولا ديال الحيوانيه اللي بغيتو. صافي العجينه تكون خفيفه بزاف، ما يكونش قاصحه بزاف. وغادي ندهنو بالزيت، وغادي ندير بلاطيك غذائي، وغادي ندير في الثوب خليه حتى يتخمر 25 دقيق حتى يختل على خاطر حتى يخمر. من بعد كملت 25 دقيق بهذه الطريقه يكون خامره. وغادي ندهنو بالزيت باش ما يلصقش العجينه، وغادي نتلك مدلك بهذه الطريقه. العجينه ما يكونش رقيقه بزاف، ما يكونش غليظه بزاف، يكون ميان عادي. كنحاول نقادو العجينه في الجناب. وغادي ناخدو لستافه دائريه اولا شي قطعه دائريه كما كانت، على حسب اللي بغيتو، كبار ولا صغار اللي بغيتو. بهذه الطريقه غادي نحيد العجينه، وهذا غادي ندير في هاد البقاو وغادي نعاودهم. صافي غادي ندهنو بالزيت وغنطوي على جوج في الشكل بحال هكا. بهذه الطريقه ضروري ندهنو بالزيت باش ما يلصقش باش يطيب في الران وتلقيه بحلوله. بهذه طريقه كيجي بنينه بزاف وسهله وكيجي خفيفه ديال الطونجويج ديالها. غادي ندير البيضه وحده ومعلقه صغيره ديال الهريسه. الا ما بغيتش ديروا الهريسه تقدروا ديروا شويه ديال التحميره اولا معلقه صغيره ديال لاموطاس اللي يعجبكم، باش يعطينا واحد اللون ديالها طونجويج احمر. غادي ندير شويه ديال الفلفله حمراء، شويه ديال البصله قطعتيه طويل، شويه زيتون كحل، وشويه ديال فلفله خضراء على شكل هكا باش يعطينا واحد اللون زوينه والمذاقه ديالها. كنحاول نقادوه وخا تستحم قراب حيت غادي يطيب في الران. غادي تخمر غتبعدو. صافي غادي ندخلها في الران، ما تخليهاش تخمر، ندخلها في الران نيشان وغادي تحمر السحت وغادي تحمر فوق في الران بحال بغيت طيب خبز عادي جدا. وبينه حمراء في هذه الطريقه وكيجي خفيفه بزاف بزاف. بهذه الطريقه كيجي مذاقه واحد الريحه ديالها زوينه بزاف. صافي وكنخليوها. انا دابا غادي نبداو ديال الحشوه ديال الدجاج. غادي ندير غنشعل المقله والبوطه، وغادي ندير شويه ديال الزيت، قريبه شي 3 المعالق كبار اولا 4 المعالق كبار. غادي ندير 2 حبات ديال البصله مقطع على شكل بحال هكا طوال ولا قطع صغار اللي يعجبكم اللي اختياري. صافي ضروري نشحر المقله بهذه الطريقه، ولكن ما يكونش شاهده بوطه بزاف باش ما تحركش البصله ديالها. ضروري نقص بوطه بشويه، مره تشحر مزيان حتى يقرب طيب شويه، ما يكونش طايبه بزاف. ومن بعد غادي ندير الدجاج. دابا غادي ندير 300 غرام ديال الدجاج مقطع صغار بهذه الطريقه. الا ما بغيتش ديروا الدجاج تقدروا ديروا الحوت اولا اللحم اولا كفته اللي بغيتو. صافي بهذه الطريقه كنشحر مع الدجاج وبطله بهذه الطريقه. مرات شحر مزيان باش ما يلصقش على بطل مقله، باش ما تحركش حتى يطيب مزيان على الدجاج وبطله.
غادي نديرو شوية ديال الملحة على حسب الذوق، ومعلقة صغيرة عامرة ديال الخرقوم، ومعلقة صغيرة ديال عامرة ديال التحميرة، ومعلقة صغيرة عامر مزيان ديال الكمون، نص معلقة صغيرة ديال البزار، وغادي نشحر مزيان. مرة تحرك شوية، مرة شحر مزيان، حيت حيت دغيا كيتحرك، رد البال نقص بوطة على بشوية وماش ما يتحركش على العضرية مع الدجاج. ومن بعد غادي ندير 3 الحبات ديال الفرماج. الا ما بغيتيش دير 3 حبات ديال الفرماج تقدروا ديري مايونيز، ولكن ما تكونش بوطه شاعله، حيت دابا انا غادي ندير 3 الحبات تكون بوطه شاعله باش يذوب فرماج. الا ما بغيتيش ديروا فرماج طفي على بوطه، ديروا 2 معالق ديال كبار ديال المايونيز صافي، وصفي على حتى يذوب فرماج، صفي على بوطه. وغادي ندير 2 معالق كبار ديال لاموطاس، وغادي نخلط مع لاموطاس مع الدجاج. صافي من بعد طابت الدجاج مع بصله وطابت الطونجويت كيجي زوين بزاف. وغادي نقسم على الموس في شكل هكا، حيت هذا اصلا كان محلول ولكن ماشي لصق لاصقه من النيت، المهم محلوله شويه، المهم ضروري قطع شويه موس من الداخل بهذا الشكل. وغادي ندير الخس بهذه الطريقه. الا بغيتو ديروا خس ماشي مشكل، ديري الدجاج بوحدو تقدروا اللي بغيتو. مساله الدجاج ماشي ضروري، كاين شي واحد من كياكل الدجاج تقدروا ديري كفته او لحوت كما كان اللي يعجبكم. وفي نهاية كنطلب منكم مرة أخرى باش تعاونوني في تطويرات القناة بالضغط على زر الإعجاب والمتابعة باش القناة تمشي لقدام وتحقق نتائج إيجابية. شكرا.